تعرف ليش تصرتها؟ يعني الغيبة والنميمة، الغيبة يعني تحكي على الناس، تحكي على أختك، تحكي على جارتك، تحكي على عمك، تحكي على معلمك في الشغل. الله سلط معلمك عليك في الشغل فلا تحكيش عليه. توب، الزم الاستغفار، بتغير معلمك. توبي، الزم الاستغفار، بتتغير جارتك. توبي إلى الله من ذنوب. يمكن عندك مسلسلات، يمكن عندك تبرج، يمكن عندك إباحيات، يمكن عندك أنت حب الأنا. توبي من هاي الذنوب والزم الاستغفار. شوف هذا المعلم بده يتغير، والزوجة تصير تحط لك الأكل الطيب أمام عينيك وتشكرك وتشكرها، وهكذا الأمور تتغير. أنت عمال تفهم الكلام، شو بيساوي فيك الاستغفار. وأنا بدي أقول هاي الكلام للمشايخ. فأنا لما أكثر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار. أنت إذا بتنظر أي شيخ وأي إنسان وأي واحد، يعني خلينا نقول بخاف على الدين وبغار على الدين وعنده غير على الدين ولا يصح، شو هاي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا لا، بدنا استغفر الله. جميل، أنا موافقك، اعمل اللي بتعمله ولا بتشوفه مناسب طبقه وقلنا خارطة الطريق. ارجع إلينا بعد شهر، شهرين، سنين، المهم أنت كنت تفكر 70 استغفار مع استحضار الذنوب تأتي وتستغفر عليها. جميل، قل لي أنا كنت أستغفر في اليوم 70 مرة على سبيل المثال، وأستحضر كل ذنب بذنبه وأستغفر عليه كل يوم 70 مرة، وظليتني كل يوم أستغفر 70 مرة مدة شهر. والله كان عندي أرزاق معطلة، كان عندي مرض قولون، كان عندي كذا، الله شفاني، الله عفاني. إذا كان حصل معك هذا منبارك لك، وإحنا نتبع طريقك، تخفف علينا، مفهوم؟ أما لما إحنا ارتفعنا في الاستغفار وعلينا سقف الاستغفار ب20-30 ألف استغفار، والله فتح علينا، لما نزلنا بالاستغفار لل6000 وال7000 بدأت الأوجاع تعود، الأمراض تعود، الديون بدأت تهلهل، المشاكل بدأت تعود بال7000 وال6000. فهمت؟ ليش إحنا بنرفع السقف؟ لأنه بالسقف العالي كان الله يعطينا كثير، لما نزل السقف بدأت الانتكاسات تأتينا من هنا ومن هناك، فعرفنا إنه الاستغفار هو بالكثير وهو لزوم. فاللزوم هو مش 70، هو في الليل والنهار أنا أستغفر. ولا اليوم برمضان، أنا برمضان الحمد لله رب العالمين طبعا أختم تقريبا جزء من الختمات، مرات بيزيد مع سورة البقرة. تنسوش سورة البقرة هي 2.5 جزء. سورة البقرة يوميا جزء من القرآن بالختمات، وقد يزيد إذا كان في عندي وقت وما فيش عندي دروس كثيرة بزيد، وإذا ما فيش عندنا عزومي يعني أولادي وأحفادي وكنايني هنا في البيت، يعني في بتعرف هيك بصير الوقت ضيق، ما بقدر أنا بحاول أستغفر كل الوقت طبعا. فأنا بقرأ سورة البقرة مع جزء، وإذا زاد جميل. أنا عمال أقرأ أكثر من الأيام العادية قبل رمضان، ما كنتش أقرأ جزء، أنا كنت أقرأ أقل بكثير. طيب عشان نفهم إني أنا زدت. يعني أنا اليوم